السيد راجع مصر دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ الاتنين. هو من ناحية السات طبعا طريقة حسابه عادلة أكتر من ال EST. الآلية اللي محطوطة بيها ال questions standardized أكتر. يعني إيه standardized أكتر؟ يعني اللي حاططها بيتبع منهج أكتر، بيتبع طريقة موحدة، مفهوش حتة إن الأسئلة تبقى عشوائية شوية أو راندم سنة زي ما بيحصل في ال EST. طبعا موضوع ان مفهوش reading passage طويلة وانما بيبقى كل سؤال عليه باراجراف صغير، هي دي الحتة اللي جزء منها ميزة وجزء منها عيب. الميزة في الموضوع ان طبعا انت مش مضطر تقرا كتير او يبقى عندك كونتكست كتير، لكن عايز اقولك هو ده نفسه العيب اللي في الموضوع. ليه بقى؟ انا لما اديك باراجراف صغير واسالك عليه سؤال غير خالص لما اديك قطعه بحالها. لما كنت اديك قطعه كبيره انت كان ممكن تستخدم الانفورميشن اللي في اسئله تانية عشان تجاوب، او اللي استفدته من اسئله تانية عشان تجاوب السؤال ده، لانه كان بيبقى 10 اسئله على القطعه الواحده. طبعا في الديجيتال اس اي تي مفيش حاجه اسمها كده. انت بيبقى عندك باراجراف واحد 5 6 سطور لازم تطلع منه كل الانفورميشن. فساعات بتلاقي الموضوع بيبقى كوندنسد جدا، لان هو جايب لك باراجراف صغير وطالب منك فيه داتا كتير. فخلي بالك الموضوع ان الاس اي تي راجع مصر ده جزء منه ميزه وجزء منه عيب.